السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناة الساهر الرحال. نلتقي في هذا الدرس القصير والفريد أيضا من نوعه، والذي يبدأ بمكافحة بعض أوهام الباحثين وأوهام من يدعون أنهم خبراء، وأوهام أولئك الذين يظنون أن كل ما يلمع ذهبا. هذا الدرس إن شاء الله سيحدث نوعا من المفاجأة التي لن يستيقظ منها أولئك المحتالون والواهمون والجهلة في نفس الوقت، والذين يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء أبدا، وإنما هم على سراب. إخوتي الأحباء الكرام متابعي قناتي في كل مكان، هذا الدرس يبين بعض أو 4 من الإشارات التي يظنها أولئك بأنها من إشارات الكنوز، وأنها إشارات قطعية لا مجال للشك فيها. هذه الإشارات إخوتي الأحباء هي من الصور والمنحوتات التي لا علاقة لها بالكنوز نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد، لا تدل على مداخل ولا تدل على كنوز ولا تدل على أي شيء من هذا القبيل نهائيا. سيكون هناك عدد كبير من هذه الإشارات. اليوم سأنشر 4 فقط منها، وفي الأيام التالية إن شاء الله الأيام القادمة بعون الله عز وجل سأتابع نشر كثير مما كان منتشرا في الميدان على أنه إشارات كنوز، وهو في حقيقته ليس له علاقة بالكنوز نهائيا. من هذه الإشارات إخوتي الأحبة، الإشارة الأولى هي إشارة الغزال، وهذه الإشارة أيضا لا علاقة لها بالكنوز نهائيا، إنما هي عبارة عن مجرد لوحة فنية رسمها القدماء لأسباب ما في حضارتهم ولأذواقهم ولرغباتهم الفنية. أيضا إشارة البطة، إشارة البطة أيضا هي من المنحوتات الفنية التي لا علاقة لها بالكنوز، أينما وجدت لا تعني وجود كنز أبدا. كذلك هناك إشارة الأرنب، وهو من الإشارات اللي متخذينها من يسمون أنفسهم خبراء بأنها علامة كنوز قطعية، وفي حقيقتها لا علاقة لها بالكنوز ولا بالمقتنيات الأثرية ولا شيء من هذا القبيل. إشارة الطاووس أيضا هي مجرد إشارة فنية وجدت في أماكن كثيرة مما عمره القدماء من رومان ويونان وغيرهم، وممن تناقلوا هذه الصور وهذه اللوحة الفنية عن سابقيهم من الأمم البائدة. جميع هذه الأمثلة وغيرها الكثير مما تزخر به قنوات الضلال الموجودة هنا وهناك، والتي أرجو من إخوة الأحبة أن يقطعوا علاقتهم بها نهائيا. أرجو أن تحاربوا الضلال بمقاطعته وليس بدعمه ومشاهدته ودعم أصحابه والحضور عندهم، فإن ذلك يقويهم عليكم في نفس الوقت الذي تتراجعون فيه إلى الخلف. أرجو أن أكون قد قدمت في هذه العجالة السريعة فائدة ولو كانت نسبية، ولكنها في الوقت نفسه تكافح جزءا من آلاف الأجزاء التي تعتبر من الضلال والوهم والخيال وأحلام اليقظة وأساليب الاحتيال القاهرة وأساليب الاحتيال المستبدة بالطيبين ممن يسعون فقط لكسب رزقهم من الله سبحانه وتعالى.
في نهاية هذا اللقاء لا تنسوني من صادق دعائكم بظهر الغيب. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.